تعالى الله يبارك لك، تعالى الله يبارك لك يا بتوع الحكام الاجانب. كل نادي يطلع يقول لك عايز حكام اجانب، اهلي زمالك بيراميدز مش عارف ايه، كله بقى يعوز حكام اجانب. طب ما اخطاء يا جماعه بتتسبب في اهداف اهي، محدش بيقول الحق ليه؟ العب انت كوره كفريق واكسب، وانت العب واكسب، سيبك من الحكام. كل الدوريات العالميه والدوريات الخمسه الكبرى ودوري الابطال بيلعبوا وبيخطئوا اكتر من الاخطاء دي، وعادي بتعدي، الا الحكم المصري. الحكم المصري لو حسب اوت على حد، تلاقي الكابتن سيد عبد الحفيظ طالع في البرامج يقول، وكابتن ابراهيم فايق، وكابتن ابراهيم عيد، وكابتن مش عارف رضا امين، كله بيتكلم عن الحكم. دي اول حاجه اللي نتج من خلالها هدف. تمام، خلينا نبص عليها اهي. دي اول حاله اهي. مهاجم مع اللاعب المدافع بتاع الاهلي، التحام عادي جدا، منافسه عاديه، مفيش لا دفع ولا شد ولا مسك ولا اي حاجه، التحام عادي جدا. يعني الكرة ما تكاد تكون ما فيهاش اي حاجه، التحام عادي، بدليل ان اللاعب جري، وبعد ما جري اختل توازنه، مفيش اي حاجه. يعني ده الخطأ ده غير صحيح، الحكم لم يوفق فيه. طبعا ده عشان حكم أجنبي احنا سكتنا ما اتكلمناش، لكن لو حكم مصري كان صحافة النادي الأهلي طلعت وقالت الحكام وبيجوا على الأهلي والحكم اللي كان بيحكم ماتش الأهلي ده ما كانش لعب تاني كورة، صح كده؟ تمام، ده أول خطأ عندنا. تمام، الإنذار بتاع تريزيجيه إنذار مستحق، استخدام اليد أو الساعد. تمام. الكرة التانية طبعا خطأ على لاعب بيراميدز، حكم حسب. تمام. خلينا نقف هنا، هوريكوا كورة كارثة، كارثة تكاد تكون ما حصلتش في الدوري المصري أصلا. الناس اللي بتقعد تشتم في حكامنا دي، يكاد يكون الكورة دي ما حصلتش في الدوري المصري. الحكم لما بيجي يحكم ماتش مهم زي كده، لما يكون مصري، بيبقى مستعد جدا بدني وذهني ونفسي. بص بقى الحكام الأجانب اللي بتيجي تاخد الدولارات وتمشي. بص الحالة دي، الحالة دي كارثة. بص اولا انا عايزك تبص لي على الحكم ده واقف فين. بص الحكم واقف فين، بص المسافه اكتر من 20 متر. بص، طبعا اللاعب ده اصلا واقف في وشه، يعني اللاعب ده، لاعب النادي الاهلي ده، واقف في وش الحكم، فهو مش مديله اصلا زاويه رؤيه. تمام، مفيش زاويه رؤيه الحكم يبص هنا. بص بقى، كمل كده معايا. الكوره كملت اهي. خلي بالك هو حكم المساعد قريب جدا وبص للكوره. تمام، خلينا متفقين ان الحكم، حكم الساحه اقرب ولا المساعد؟ لا المساعد، بينه وبينه خلاص يعني تقريبا 5 6 متر. بص بقى، وطبعا ما زال لاعب الاهلي واقف في وش الحكم. بص، هو الحكم لقى واحد واقع. تمام. بص بقى الحكم ده بتاع الساحه حسب خطأ. بص التاني، بص المساعد بقى، المساعد اقرب وشاف الكوره. بص بقى المساعد حسب اوت، مفيش حاجه، حسب اوت على لاعب بيراميدز، والحكم حسب خطأ للاعب بيراميدز. اه بيحسب اوت، دي رفعت اوت اهو، رفعت اوت، مفيش اي مشكله. بص التاني حسب خطأ ليفربول. اه، دي كارثه ما بتحصلش في الدوري المصري والله العظيم. الكرة دي كارثه، يعني انا اتفرجت على حوالي 5 6 فيديوهات، كارثه، ومش فاهمين اصلا، مش فاهمين الكرة دي بتتلعب ازاي، ولا رفعت الرجل ازاي ولا حاجه. معظمهم قالوا ان الكرة ما فيهاش حاجه. بص يا فندم، بص شرح الكرة دي، الكرة اهي. تمام، خلاص خلينا متفقين لحد هنا ان مين اللي بيلعب، او مين اللي وش الحذاء بتاعه للكرة؟ اللاعب الابيض، صح كده، لاعب بيراميدز. مين اللي داخل بسن الستارز؟ ها، اللاعب الاحمر اللي لاعب النادي الاهلي. تمام كده. طيب، هو في كوره ولا لاعب النادي الاهلي ده داخل في رجل اللاعب الابيض؟ لا في كوره، صح كده. يبقى اذا الكوره هنا تتحسب ركله حره غير مباشره، طالما، يعني طالما لم يحدث تلامس، طالما مفيش تلامس بين الرجلين في الحاله دي بتبقى غير مباشره. طب لو في، لو مفيش تلامس زي كده، هو داخل في الكورة بس بظهر الحذاء اللي هو بالستارز من تحت، يبقى إذا الكورة ركلة حرة غير مباشرة. ولو دخل في الرجل على طول بتستدعي يا كارت أصفر يا كارت أحمر، وبتبقى ركلة حرة مباشرة. تمام، الكورة دي خطأ 100% غير مباشرة على لاعب النادي الأهلي، لأن ده مش شكل منافسة، محدش بينافس بظهر الحذاء، ظهر الحذاء ده مش للمنافسة. تمام كده، خطأ صحيح والحكم موفق هنا. في خطأ لأحمد السيد زيزو هنا، معرفش ازاي ما حسبوش على محمد حمدي، معرفش الحكم ازاي ما حسبش الخطأ ده. دي كارثة، يعني الفاول ده كارثة، شد ومسكه واضح جدا،
ولف اللاعب في ايده واللاعب وقع وعادي الحكم ما حسبش حاجة. وادي الحكام الأجانب. طيب يا جماعة كده خلصنا حلقات الأهلي وبيراميدز. يا ريت عايزين نقيم كده الحكام الأجانب ونشوفهم بيعملوا إيه، ونشوف الحكام المصريين هل بيخطئوا الأخطاء دي؟ والله بتبقاش كده خالص، ما بتبقاش كاملة الأخطاء دي. بس إحنا عندنا عقدة الخواجة، يعني الحكم في كذا كورة أي حد بيجي يكلمه تلاقيه بيعمل له بإيده كده، يعني ارجع ارجع ما تجيش. ما حدش بيستجري يجيله والله العظيم، والله ما حد بيستجري يقرب للحكم الأجنبي. دي الحالات يا جماعة. طب من وجهة نظرك يعني هل الحكام المصرية بتبقى فيها كمية الأخطاء دي؟ طب خلينا متفقين إن في كمية الأخطاء دي، طب ما نجيب مصر طالما ده بيخطئ وده بيخطئ. أنت تعرف إن الحكم ده هو نفسه اللي كان بيحكم الماتش اللي فات بتاع الأهلي وبيراميدز الموسم اللي فات، لما حسب كرة حسين الشحات على الشيبي تقريبا أو على محمد حمدي مش فاكر مين، هو نفس الحكم ده. فيا جماعة يعني خلاص بقى حتة عقدة الخواجة دي خلاص انتهت، نشيلنا منها. الحكام بتخطئ كلها بتغلط وماشيين زي الفل.